السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله النهارده هنتكلم عن اخر درس في الوحدة الثالثة جبر، اللي هو الدرس رقم 3. الدرس ده ان شاء الله نخلصه النهارده. ان شاء الله الحصة الجاية هنبتدي بمبدأ العد. مبدأ العد هناخده ان شاء الله على 3 حصص. الحصة الجاية ان شاء الله هناخد الجزء الاول. في الدرس بتاع النهارده يا باشمهندس هنقسمه لعناصر، وهنبتدي نخلص عنصر عنصر واحل امثله عليه وادي لحضرتك تدريب. العنصر اللي بعده اخلصه احل امثله عليه ادي لحضرتك تدريب. فكل اللي عايزه منك من بدايه المحاضره خالص، عايز حضرتك كشكول وقلم وتبتدي معايا واحده واحده. احنا دلوقتي عندنا في الدرس عناصر الدرس. عباره عن ايه عناصر الدرس؟ اول حاجه عايزين نعرف ازاي نحل المعادلات، بس بايه بقى؟ باستخدام المعكوس الضربي. في ناس كتير بيجي في بالها ايه، هو انت لو هتحل معادلات يا باشمهندس والامتحان اختيارات فانا مش مضطر احل باي اسلوب. حلو، الكلام ده طبعا غلط. ليه غلط؟ حضرتك دلوقتي ده اول عنصر في الدرس، فلما نتعلم ازاي نحل المعادلات بالمعكوس الضربي ده معناه اللي فيه عنصر معين انا هوصل له في الاخر. حضرتك من ضمن خطوات الحل انك تحل باستخدام المعكوس الضربي، وهتبقى وقتها مجبر انك تحل بالاسلوب ده. طب لو انا جيت احل باسلوب تاني هتلاقي نفسي مش بوصل للحل النهائي. تمام؟ فمن اول الدرس لازم تفهم الكلام ده ازاي تحله بالخطوات عشان هتستفيد بيه في مسائل تانية كمان شوية. حلو. تاني حاجة هنتكلم عن حاجة اسمها رتبة المصفوفة، وهنفهم يعني ايه رتبة المصفوفة. تالت حاجة هنتكلم عن حاجة اسمها المصفوفة الموسعة، وهنفهم يعني ايه دلوقتي. رابع حاجة هنتكلم عن حاجة اسمها انواع المعادلات، وهنفهم ان المعادلات نوعين. واخر حاجة في الحصة هنتكلم عن حاجة اسمها انواع الحلول، وهنفهم ان هو الحلول ممكن يبقى حل وحيد، وممكن يكون عدد لا نهائي من الحلول، وممكن يكون ليس للمعادلة حلول. هنفهم الكلام ده دلوقتي. بسم الله نتوكل على الله. اللهم فهمنا وعلمنا وسهل علينا. اول حاجة يا باشمهندس، ازاي نحل المعادلات باستخدام المعكوس الضربي. تعال ناخد اول مثال كده في الحصة. لو انا عندي مثلا معادلة بسيطة كده س زائد ص مثلا بيساوي 5، و3 س ناقص ص بيساوي 11. حلو، معادلتين اهم، عايزك تحلهم لي باستخدام المعكوس الضربي. بديهيا يا باشمهندس باكد لك تاني، بديهيا انا ينفع احلهم بالاله الحاسبه واجيب الحلول عادي مفيش اي مشكله. ينفع احلهم بالحذف والتعويض واجيب الحلول عادي مفيش مشكله. بس حضرتك لازم تتعلم الاسلوب اللي هحل بيه، وهتحل بيه اجباري. ليه؟ عشان خطوات المسائل بعد كده هنا لازم تعرف تحل بالاسلوب اللي فوق، لان دي خطوات الحل من هنا معانا. فركز حضرتك عشان تكون الدنيا مظبوطه معاك. ماشي. طب انا دلوقتي لو عايز احل يا باشمهندس بالمعكوس الضربي بيتحل ازاي؟ بروح اجيب 3 مصفوفات. اول مصفوفه بسميها الف. طب والف دي عباره عن ايه؟ مصفوفه المعاملات. حلو. الطالب اللي دخل اولى معهد وخلص اولى معهد وبيسمع معايا دلوقتي هيفتكر حاجه مهمه خدها في اولى معهد فن صناعي. ايه هي بقى؟ خد حاجه اسمها طريقه كرامر لحل المعادلات. كنا بنستخدم فيها المحددات. كنا بنجيب مصفوفه المعاملات بالظبط زي ما انت كنت بتجيبها هناك. طب يعني ايه معاملات؟
المعاملات يا باشمهندس يعني معاملات السين والصاد، معامل السين 1، معامل الصاد 1، معامل السين 3، معامل الصاد -1. حلو، نفس اللي كنا بنعمله هناك بنعمله هنا في البدايات. حلو، بعد كده بجيب مصفوفة المجاهيل بسميها س، بس س بشكل مختلف عن اللي فوق، بسميها مصفوفة المجاهيل. حلو، انا عندي كام مجهول؟ 2 س وصاد. تالت حاجة ج، بسميها مصفوفة الايه؟ الثوابت. صح، مصفوفة الثوابت اللي هي الارقام الثابتة اللي هي ال5 وال11. حلو، حضرتك المفروض الالف لما كنت بتضربها في السين كانت بتديك الجيم. الثوابت او العوامل معاملات قدام المجاهيل كانت بتديني الثوابت، معاملات قدام المجاهيل بتديني الثوابت. هل تعرف تجيب س من هنا من الحصه اللي فاتت؟ اضرب في ايه؟ في ا اس -1. اضرب في ايه في اليمين؟ في ا اس -1. يبقى هنا ده يترمع ده يتبقى س. هتساوي ايه بقى السين؟ ا اس -1 في ج. من الحصه اللي فاتت خلصت المساله، خلصت المساله. وهجيب السين بحلين اللي هو س وصاد، هتساوي كذا وكذا من على الآلة على طول. حلو، يبقى اروح للآلة بقى زي ما اتعلمنا في الحصة اللي فاتت وادخل على الآلة الألف والجيم واضربهم في بعض. يبقى مود 4 مات ايه؟ كام في كام؟ 2 في 2. ألف 1 يساوي 1 يساوي 3 يساوي -1 يساوي، اعمل ايه سي. مود 4 تاني، ادخل الجيم اسميها ب مثلا، يبقى 2 عباره عن ايه بقى؟ عباره عن صفين في عمود واحد، يعني 2 في 1. وادخل ال5 يساوي ال11 يساوي واعمل اي سي. اوبشن، حضرتك عايز ايه؟ ا اس -1 في ج، يبقى مات ايه؟ اطلعها اس -1. حلو، واضربها في ج اللي هي ايه؟ اوبشن مات بي، اطلعها 4، اقول له يساوي يديني 4 و1. يبقى حضرتك هنا الآلة ادتني كام وكام؟ 4 و1. يعني إذا س ب4 وإذا الصاد ب1. خلصت. يبقى ده أسلوب الحل بالآلة. أول حاجة إزاي أحل معادلات بالمعكوس الضربي؟ حله سهل جدا. بودي خطوة للآلة وتلاقي نفسي خلصت، أكني أخدناها في الحصة اللي فاتت. حلو. لو عايز تاخد سكرين تحل بنفسك عشان تكون الدنيا مظبوطة معاك، تمام؟ عشان نبتدي نحل أمثلة. يلا بينا. نمسك بقى الكتاب ونبتدي نحل أمثلة عشان نثبت الفكرة بتاعتنا. بسم الله. في مثال تاني بيديني برضو عايز أحل معادلة اسمها ايه بقى؟ س زائد 2 ص ناقص 3 ع بيساوي 6. ومعادلة تانية 2 س ناقص ص ناقص 4 ع بتساوي 2. معادلة تالتة 4 س زائد 3 ص ناقص 2 ع بيساوي 14. ده سؤال كده عايزين نحله. يلا هندسة، ابتدي اجيب كام حاجة؟ 3 حاجات، صح؟ ايه هم؟ أول حاجة الألف. الألف هتبقى عبارة عن ايه؟ الألف مصفوفة المعاملات عبارة عن ايه بقى؟ 1 2 سالب 3. ماشي. 2 سالب 1 سالب 4 4 3 سالب 2. وعندي السين مصفوفة المجاهيل عبارة عن ايه؟ عبارة عن س صاد وعين. وعندي الثوابت اللي هي ج عبارة عن ايه؟ 6 و2 و14. زي ما اتعلمنا الحصة اللي فاتت ولسه كنا بنحل من شوية، المفروض اللي الألف قدام السين بتساوي ج. يلا يا باشمهندس، أضرب في ايه يا باشمهندس؟ أضرب الطرفين هنا في ألف أس -1 واليمين هنا ألف أس -1. ده يطير مع ده، يبقى إذا السين عبارة عن إيه؟ ألف أس -1 في ج. بقالتك الحاسبة هندسة. يلا جيب لي الحلول.
يبقى مود 4 ألف 1 3 في 3 1 يساوي 2 يساوي سالب 3 يساوي 2 يساوي سالب 1 يساوي سالب 4 يساوي 4 يساوي 3 يساوي سالب 2 يساوي. حلو اي سي. بعد كده مود 4 برضو دخل البي اللي هو 2. كام في كام هنا؟ 3 في 1 3 في 1. يلا 6 يساوي 2 يساوي 14 يساوي. اعمل اي سي. يلا اوبشن ألف أس سالب 1 يبقى مات ايه اللي هو 3 بس أس ايه؟ أس سالب 1 في ب، يعني اوبشن اختار بي 4 اللي هو 2 و2 و0. يبقى حضرتك عندك هنا السين ب2 الصب ب2 العين ب0. حلو. تاني مثال مفيهوش مشكله. خد سكرين بعد اذنك واكد الحلول معانا عشان ما يبقاش عندك مشكله بعد الحصه. ماشي تعال نشوف مثال تاني. يلا خد بالك الاسئله دي بتجيلك في الامتحان بالنص. مثال تاني بيقول لي برضو عايز الحلول بس مديني شكل السؤال نفسه مختلف. الشكل ده بيجي لي في الامتحان كتير فعايزك تتعود عليه من دلوقتي. يلا اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ في اي اختلاف؟ لا. ازاي؟ طب ما انت ممكن تسمي ده سميه الف، سمي ب، ج، اي حاجه انت عايزها. يعني المفروض دلوقتي سمي س، يبقى المفروض ان الف مضروبه في ايه؟ في السين بتساوي ايه يا باشمهندس؟ ب. يعني السين بتساوي ايه؟ هضرب الطرفين اضربهم في ايه؟ في الف اس سالب 1 اهو نفس الخطوات. طير يبقى السين عباره عن الف اس سالب 1 مضروبه في الب. يلا هندسه طلع لي يلا السين بكام وطلع لي الصب بكام. يلا انا دلوقتي اروح للاله امسك الالف احفظها. مود 4 ايه 2 في 2 2 يساوي سالب 3 يساوي 1 يساوي 2 يساوي. اعمل اي سي. احفظ الب. يلا 4 برضو ب اللي هو بي 2 في 1 1 يساوي و5 يساوي. ما تقوليش صفر ان انا كاتب بالعربي مش بالانجليزي. ماشي. واعمل اي سي. بعد كده عايز الف السالب 1 في ب. يبقى اوبشن مات ايه 3 اس سالب 1 في ب. اوبشن بي يطلع بكام؟ ب17 على السبعة. يعني اول حل كده 17 على السبعة والب بكام؟ ب1 و 28 57. بس كده خلصت. ماشي. يبقى الشكل ده برضو ما فيهوش مشكله. ماشي. تعال نحل حاجه تانية. شوف تدريبات. لازم نحل كل الاسئله عشان الدنيا بالنسبه لك تكون مظبوطه. يلا هندسه عايزك تحل تدريب. اول تدريب انت هتحله اهو وتاني تدريب اهو. تدريبين. بسم الله. اول تدريب عباره عن ايه بقى؟ س زائد ص بتساوي 1 و2 س ناقص ص زائد 5 بيساوي 0 و3 س ناقص ص بيساوي 7. تاني تدريب هندسة 6 س بتساوي 5 وس زائد 2 ص بتساوي 3 والعين بتساوي 3. تالت تدريب عشان يكون حليت على كل حاجة. تالت تدريب هنا اهوت عبارة عن ايه؟
2 4 3 1 سالب 4 سالب 3 4 سالب 4 سالب 3. ده كله مضروب في س وص وعين بتساوي مستطيل. ده كله خد بالك انا بربط لك اللي فات بالدرس بتاع النهارده، وعايزك تركز في حاجه مهمه هقول لك عليها دلوقتي عشان ايه ما تبقاش انت تايه وانت بتحل وتهبط. ركز كده. بص يا هندسه، انا لازم اي معادله وانا بظبطها لازم السين والصاد الاول وبعد كده رقم، فانا هنا هضطر اطلع الرقم بره وارتب. ده اول حاجه هتقابلك هنا. تاني حاجه هنا دول كام معادله في كام مجهول؟ دول 3 معادلات معايا السين والصاد والعين، فلازم حضرتك الرقم يبقى بره ده مظبوط. طب لو الصاد قدامها مفيش حاجه يبقى صفر، لان قدامها مفيش حاجه يبقى صفر. وارتب السين تحت السين، الصاد تحت الصاد، العين تحت العين. حلو. تالت حاجه هنا المستطيل ده معناه ايه؟ معناه صفر وصفر وصفر بالظبط. عايزك تحل التدريب ده. قبلك اي مشكله اسالني على جروب الواتس. حلو. طبعا الحلول يا باشمهندس هترفعها على الواتس. ماشي. تعال نبص على تاني حاجه كده. اول حاجه الحمد لله خلصت مفيهاش مشكله. تاني حاجه يعني ايه رتبه المصفوفه؟ عايزك تبقى مركز معايا في حاجه مهمه. انا عندي على طول رتبه المصفوفه اقل من او تساوي النظم بتاع المصفوفه. طب النظم انا مثلا عباره عن م في م، يبقى النصب اسمه م. حلو. طب الرتبه اسمها ايه؟ ر. طب انا بتكلم عن صفوفه اسمها الف، يبقى ر الف. يبقى انا عندي على طول ر الف اقل من او يساوي ايه؟ م. دي اهم قاعده لازم نطلع بيها. حلو. طب انا دلوقتي لو عندي المصفوفه على النصب 3 في 3 يعني الميم ب 3. حلو. يبقى الر بكام؟ الر يا اما ب 3 يا اما ب 2 يا اما ب 1 يا اما ب 0. حلو. طب انا اختار انهي فيهم؟ بروح للمحدد 3 في 3. لو اداني رقم يبقى الر ب 3. طب لو اداني 0 يبقى الر ليست ب 3، يبقى الر يا ب 2 يا ب 1 يا ب 0. بفك المحدد بتاع 2 في 2. لو اداني رقم يبقى ب 2، لو ما ادانيش رقم يبقى ب 1 يا ب 0. افك المحدد بتاع 1. اداني رقم بيبقى ب 1، ما ادانيش رقم يبقى ب 0. باشمهندس فهمنا اكتر عشان مش فاهم. حلو. بص يا باشمهندس، لو انا جيت دلوقتي اديتك مصفوفه زي كده. حلو. وقلت لك والله ان دي الف وات لي النظم، واديتك واحده ثانيه اهيت. قلت لك هات النظم، واديتك واحده ثالثه اهيت. وقلت لك هات النظم، واديتك واحده رابعه اهيت. واديتك واحده رابعه اهيت. عايز في ده كله اجيب النصب. اولا النصب هنا 3 في 3، عايز اجيب الرتبه. باجي هنا النصب ب3 يعني ده من الدرجه الثالثه، ده النصب. طب الرتبه يا اما ب3 يا اما ب2 يا اما ب1 يا اما ب0. حضرتك لو فكيت المحدد ده 3 في 3 هيديني كام؟ هيديني 0. ليه؟ عشان كله صفار اصلا. حلو. طب لو جيت تفك 2 في 2 يعني جيت تفك الاثنين دول لوحدهم هيديني كام؟ 0. طب والاثنين دول 0. طب والاثنين دول 0 والاثنين دول 0 ودول ودول 0. طب ودول ودول 0. يعني كل الاثنين في 2 فيه هيديني 0. يبقى اذا ليس من الدرجه الثالثه وليس من الدرجه الثانيه.
طب لو جيت تفك كل واحد لوحده، يعني الصفر لوحده هيديني صفر، ليه هيديك صفر؟ عشان ده مش برقم. حلو. طب وده صفر وده صفر وده صفر، يبقى ليس من الدرجه الاولى، ليه؟ عشان كل محددات الدرجه الاولى بتديني صفر. يبقى اذا ده ايه؟ من الدرجه الصفريه، يبقى رتبته بصفر. حلو. لو مش فاهم هتفهم اكتر دلوقتي. طب انا عندي هنا ده رتبته بكام؟ حضرتك دلوقتي 3 في 3 يديني صفر. طب 2 في 2 صفر صفر، ودول مع دول صفر. حلو. صفر صفر، ودول مع دول صفر، يبقى كل المحددات 2 في 2 ادتني برضه صفر. حلو. يبقى ليس من الدرجه الثانيه. طب ده هل ده من الدرجه الاولى؟ صفر 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 صفر، اداني رقم. يبقى في واحد فيه رقم، يبقى ده من الدرجه الكام؟ ر ب واحد، من الدرجه الاولى. يعني يا باشمهندس 3 في 3 لما يديني صفر، و2 في 2 لما يديني صفر، اجي ابص على المحدد، لو اتلاقيت فيه رقم يبقى اذا من الدرجه الاولى، ما تلاقيتش رقم يبقى اذا من الدرجه الصفريه. حلو، ده اول قاعده. طب تعالى نفك ده كده. 3 في 3 هيديني صفر، ليه هيديك صفر يا هندسه؟ عشان في احد الاعمده كلها صفار. حلو. طب 2 في 2 ده كده صفر. طب وده صفر ناقص 8 سالب 8، يعني في 2 في 2 احد الاتنين في 2 اداني رقم، يعني احد المحددات الاتنين في 2 وانا بفك اداني رقم، يبقى ده اذا رتبته ايه؟ رتبته ب2. حلو. طب وده كده فك 3 في 3. ده انا ممكن افك 3 في 3، يعني اعمل 0 0 2 و5 8 1. هو انت بتعمل ايه؟ انا بكرر اول عمود. يلا يا ابني، ده لما تفك محدد الدال هيطلع بكام؟ اول قطر رئيسي بصفر، تاني قطر رئيسي 5 في 3 ب 15 في 2 ب 30، تالت قطر رئيسي بصفر. اول قطر ثانوي صفر، تاني قطر ثانوي صفر، تالت قطر ثانوي ناقص 2 في 4 ب 8 في 8 ب 64، يبقى سالب 34. حلو. يعني اداني رقم صح؟ يبقى اذا رتبة الدال بكام؟ ب3، عشان محدد 3 في 3 اداني رقم. يبقى اينما قيمة المحدد تديني رقم تتلاقي الرتبة موجودة. يبقى نراجع كده الجزئية دي في السريع. أول حاجة بفك 3 في 3، لما يديني رقم يبقى إذا من الدرجة الثالثة. طب لو ما ادانيش رقم يبقى إذا من الدرجة الصفرية. غلط، ركز. بفك 3 في 3 اداني رقم يبقى إذا من الدرجة الثالثة. طب لو اداني صفر يبقى إذا رتبته يا 2 ليس ب3 خلاص، يا 2 يا 1 يا صفر. بروح افك 2 في 2 اداني رقم يبقى اذا من الدرجه الثانيه. ما ادانيش رقم يبقى اذا يا 1 يا صفر. اداني رقم يبقى 1، ما ادانيش رقم يبقى اذا من الصفر، طالما كله صفار. طب لو انا دلوقتي عندي النصب 2 في 2 يبقى الرتبه كام؟ 2 يا 1 يا صفر. افك 2 في 2 اداني رقم يبقى 2، ما ادانيش رقم يبقى يا 1 يا صفر. ببص عليه لقيت فيه رقم يبقى 1، كله صفار يبقى صفر. حلو قوي، ماشي. تعال نحل تمارين تانية على الكلام ده عشان نأكد أكتر. يلا سيدي. مديني سؤال بيقول لي أ بيساوي 3 سالب 1 و5. يلا. ومديني الب بيساوي 3 و5 سالب 1 وسالب 2. ماشي. ومديني الجيم بيساوي 4 سالب 2 6 سالب 3. عظيم. ومديني الدال بيساوي 0 سالب 1 0 سالب 2. حلو. ومديني اله بيساوي 1 3 سالب 2 2 4 سالب 6 سالب 3 سالب 5 7. ماشي. وجاي بعد كده مديني الب بيساوي 1 4 سالب 1 5 6 2.
سالب 4 2 سالب 5. ماشي. بعد كده مديني الجيم بيساوي 1 0 0 0 2 1 0 4 2. ماشي. وبعد كده مديني الدال بيساوي 1 سالب 5 2 سالب 2 10 سالب 4 3 سالب 15 6. حلو. يلا هندسة عايزين نحل دول عشان نخش على الأمثلة اللي بعد كده. يلا ركز بقى معايا كده عشان ننجز أمور. هنا ده 3 في 1. حلو. يبقى لازم عشان أجيب قيمة المحدد لازم يبقى إيه؟ مصفوفة مربعة. حلو. دي 1 في 3 يعني صف في 3 أعمدة. يبقى لازم أزود الصفوف. زود الصفوف. زود الصفوف. ماشي. حضرتك لما تفك 3 في 3 هيديني صفار. ليه هيديك صفار؟ عشان في صفين اصلا مش صف واحد، صفين كل عناصره صفار. يبقى ده ليس من الدرجه الثالثه. طب لما تفك 2 في 2 دول صفر ودول صفر ودول مع دول صفر ودول مع دول صفر ودول مع دول صفر ودول مع دول صفر، يبقى ليس من الدرجه الثانيه. طب في عناصر يبقى منين؟ من الدرجه الاولى. يبقى رتبه الف بكام؟ بواحد. شاطر. شاطر اللي هو انا اللي شاطر، ما انا اللي بحل. وانت لسه حليت حاجه؟ انا لسه بديك تدريب وتحل وتبعت لي على الواتس، يبقى انت شاطر. تمام. يبقى انت هنا يا باشمهندس ده من الدرجه الثانيه، النصب من الدرجه الثانيه. طب الرتبه يا 2 يا 1 يا 0. هفك سالب 6 زائد 5 سالب 1. يبقى الرتبه كام يا باشمهندس؟ بواحد. خلصت. الرتبه عفوا ب2. ليه ب2؟ عشان لما فكيت المحدد 2 في 2 اداني رقم. ماشي. طب هنا فك المحدد. المحدد بتاع ج هيديني كام؟ سالب 12 ناقص زائد 12 يطلع بصفر. محدد الدرجة الثانية اداني صفر، يبقى ليس من الدرجة الثانية المحدد. طب الرتبة يا 1 يا 0. في أرقام؟ يبقى الرتبة بكام يا ابني؟ بواحد. خلصت. محدد الدرجة الثانية 0 ناقص 0 0. بس في أرقام، يبقى الرتبة بكام؟ بواحد. محدد الدرجة الثالثة عايز أفكه، يبقى 1 2 سالب 3 3 4 سالب 5. فك يا ابني. يبقى محدد هي هيساوي إيه؟ قطر رئيسي أولاني 1 في 4 في 7 ب 28. قطر رئيسي تاني 3 في سالب 6 في سالب 3 9 في 6 ب 54. قطر رئيسي ثالث سالب 4 في سالب 5 يبقى موجب 20. قطر فرعي اولاني 3 في 2 ب 6 في 7 ب 42 بس اخدها بالسالب. 1 في سالب 6 في سالب 5 يبقى سالب 30. سالب 2 في 4 في سالب 3 يبقى سالب 2 في 4 8 في 3 ب 24. حلو. ده كله هيساوي كام؟ عندك كده 28 ناقص 24 يبقى موجب 4 و4 4 مع 20 24 ناقص 30 يبقى سالب 6. سالب 6 ناقص 42 يبقى سالب 48 زائد 54 يديني كام؟ كام يا ابني؟ 6. شاطر. يبقى ده على الآلة يديك 6. حلو. طلع رقم صح؟ يبقى إذا رتبة ه بكام؟ رتبة ه ب3. برنس. حلو. تعال نبص على اللي فوق ده. 1 5 سالب 4 4 6 2 سالب 1 2 سالب 5. هو أنت ليه بتقرأه؟ عشان اشوف حاجه بتميزه. ولو انا عندي صفين زي بعض او عمودين زي بعض هيبقى كله صفار، يبقى قيمته بصفر. طب لو عندي صف كله صفار وعمود كله صفار يبقى الناتج صفر. خدت ده فين؟ في المحددات. شاطر. ازود 1 5 سالب 4 ازود 4 6 2. اول قطر رئيسي سالب 30. تاني قطر رئيسي 4 في 2 في سالب 4 يبقى هنا 8 في سالب 4 سالب 32. تالت قطر رئيسي سالب 5 في 2 سالب 10. أول قطر فرعي 4 في 5 ب 20. 4 في 5 ب 20 في سالب 5 يبقى سالب 100. خدها بعكس الإشارة يبقى موجب 100. 1 في 2 في 2 في 4 خدها بعكس الإشارة يبقى سالب 4. سالب 1 في 6 في سالب 4 سالب 6
في سالب 4 بموجب كام 24 بعكس الاشاره يبقى سالب 24. ده كله بكام بقى؟ سالب 62 سالب 72 سالب 76 وسالب 24 يبقى كام؟ سالب 80 سالب 100 اعمله على الاله يديني صفر. شاطر. ده طلع بصفر. يبقى اذا رتبه ب ليست من الدرجه الثالثه. يعني 2 يا 1 يا 0. تعال نجرب كده. 2 في 2 6 ناقص 20 سالب 14. يبقى اذا من الدرجه الثانيه. يبقى رتبه ب من الدرجه الثانيه. شاطر. لو مش فاهم اسالني. حلو. هنا ركز في نوعيه الحلول. ازاي بننوع الحلول واحنا بنشرح. حضرتك هنا فك بالاسلوب ده؟ لا. ليه؟ عشان دول الحلوين دول والحلوين دول. يعني افك باي صف. الصف ده او العمود ده. يبقى افك باللي فوق موجب 1 وطاير صف وعمود يديني كام؟ 2. محدد ج ما يساوي 4 ناقص 4 صفر. خلصت. خليك شقي. حلو. يبقى المحدد بصفر. يبقى الرتبه ليست من الدرجه الثالثه. جرب. 2 ناقص صفر 2. يبقى اذا من الدرجه الثانيه. هل في حاجه بتميزه؟ لا. هو في حاجه بتميزه مش عارف اجيبها لك ازاي. هقولها لك وخلاص. انت لو خدت هنا 3 مشترك ينفع؟ اهبط. هيبقى هنا كام؟ 1. هيبقى هنا كام؟ سالب 5. هيبقى هنا كام؟ 2. ايه ده؟ ده زي ده. يبقى الناتج بكام؟ بصفر. الصياعه في الرياضه بتوصلني بسرعه. الحمد لله. حلو. يبقى انت عندك هنا رتبه د ليست من الدرجه الثالثه. حلو. جرب. 10 ناقص 10 بصفر. جرب. 20 ناقص 20 بصفر. جرب. 4 ناقص 4 سالب 4 زائد 4 يبقى صفر. جرب. دول مع دول. دول مع دول. يبقى موجب 10 ناقص 10 صفر. حلو. دول مع دول. 20 ناقص 20 صفر. دول مع دول. سالب 4 ناقص 4 يبقى سالب 4 زائد 4 صفر. يبقى كل الاتنين في 2 هنا اداني صفر برضه. يبقى كده الرتبه يا كام يا كام؟ يا 1 يا 0. في ارقام يبقى الرتبه 1. يبقى رتبه د ب1. خلصت. يبقى الامثله دي اظن دلوقتي يعني حلينا دلوقتي فوق ال 10 امثله في حدود 12 مثال حليناه. اظن كافيين ان هم يفهموك الدنيا كلها. حلو. تعال نروح لمثال مهم كده. بيسالني في سؤال حلو قوي بالعكس في الجزئيه دي. عايزك تركز معايا عشان ايه؟ الموضوع ده مهم جدا وبيتحل في الامتحانات بسهوله. ركز كده في السؤال الجاي. بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي اذا كانت الف تساوي 1 كاف سالب 1. ماشي. 2 سالب 1 كاف. 1 10 سالب 6. حلو. بيقول لي في اوجد قيمة كاف فاوجد كاف. رقم 1 إذا كان حاجة، رقم 2 إذا كان حاجة تانية. ركز. رقم 1 بيقول لي لو كانت رتبة ألف ب3. ورقم 2 بيقول لي لو كانت رتبة ألف ب2. خد بالك ده لما بيجي لي في الامتحان بيجي لي عبارة عن سؤالين مش سؤال واحد. عايزك تركز معايا عشان هنحله وبعد كده اديك ايه؟ اديك تدريب. ماشي. اعمل ايه يا هندسه؟ لو كانت رتبه الف ب3 هي امتى تكون رتبه الف ب3؟ لما يكون انا بفك المحدد ده وماله وقيمه المحدد ما طلعتش بصفر. طب انت تقدر تقول لي قيمه المحدد ده امتى لا تساوي صفر؟ لا. بس انت تقدر تقول لي حاجه. انت تقدر تقول لي المحدد ده امتى بيساوي صفر؟ طب ما انا اجيبه امتى بيساوي صفر واستثني الكاف اعرف امتى لا يساوي صفر. فهمني. حضرتك دلوقتي لو انا جيت سويت المحدد ده بصفر، كاف مثلا طلع ب3 مثلا، يبقى امتى المحدد ده بيساوي صفر؟ ب3 لما كان الكاف ب3. يبقى عندك كاف يساوي 3. حلو. طب امتى المحدد قيمته لا تساوي صفر؟ اي عدد حقيقي ما عدا ال3. بالظبط كده. فاكر الحصه اللي فاتت نفس اسلوب الحل. يبقى انا دلوقتي اروح المحدد الف هقول له ده انا هساويك بالصفر. حلو.
نزل المحدد بالاسلوب اللي احنا بنحله عادي، وكرر ده مرتين عادي برضو. يلا قطر رئيسي اولاني ب6، قطر رئيسي تاني بموجب كاف تربيع، قطر رئيسي تالت بسالب 20، قطر فرع اولاني سالب 12 كاف نزلها بالعكس، 10 كاف نزله بالعكس، موجب 1 نزله بالعكس ويساوي الصفر. يبقى كاف تربيع لما اجي ارتب يا باشمهندس، و12 مع سالب 2 يبقى 2 كاف، و6 ناقص 20 سالب 14 مع سالب 1 يبقى سالب 15 وساويها بالصفر. ولما حضرتك تروح تحلها بالآلة، الآلة هتديك سالب 5 وهتديك موجب 3. يبقى إذا كاف بسالب 5 و3 هتخلي ده بصفر. طب امتى ده لا يساوي صفر عشان تبقى رتبته ب3؟ يبقى عند ايه؟ ح فرق المجموعة سالب 5 و3. خلصت. حلو. طب امتى رتبته ب2؟ رتبته ب2 لما كان المحدد بايه؟ بصفر. حلو. رتبته ب2 لما كان المحدد بصفر. حلو. طب المحدد كان بصفر امتى؟ لما كان كاف بسالب 5 وكاف ب3. يبقى مجموعة الحل هنا ايه؟ سالب 5 و3. خلصت. فالدنيا سهلة ومش مستاهلة. لما يجي لي السؤال ده في الامتحان بيسألني عن حاجة واحدة بس، خد بالك. يعني ممكن يجي لي سؤالين في الامتحان عبارة عن السؤال ده، مرة يطلب مني الموضوع ده ومرة ثانية يطلب مني الموضوع ده. فركز كده، الموضوع سهل. يلا اجهز يلا عشان اديك تمرين. يلا. تمرين اهوت بيقول لي ايه بقى؟ اذا كان الف، ده اول تمرين، اذا كان الف بيساوي 0 2 سالب 3 سالب 2 سالب 4 6 3 6 سالب 9. عايز ايه؟ فأوجد رتبة ألف. يلا ده أول تمرين. تاني تمرين، تاني تمرين، إذا كان ألف بيساوي 1 سالب 2 3 كاف 0 1 3 2 سالب 1، وكان رتبة ألف تساوي 2، فأوجد كاف. يلا هندسة حل السؤال ده برضه. حل يلا عشان ايه؟ نكمل شرح الجزئية اللي بعد كده. وقف الفيديو بعد إذنك وحل اللي بطلبه منك الأول قبل ما تكمل. يلا. خدت سكرين؟ ماشي. الجزئية اللي بعد كده هندسة بنتكلم عن حاجة اسمها ايه بقى؟ ده كده الحمد لله خلص. المصفوفة الموسعة. يعني ايه المصفوفة الموسعة؟ أنا لو عندي يا باشمهندس معادلة اسمها س ناقص ص بتساوي 5، ومعادلة تانية عبارة عن 4 س زائد ص بيساوي 13. هل انت تعرف تجيب مصفوفة ألف؟ مصفوفة ألف عبارة عن ايه؟ عبارة عن 1 4 سالب 1 1. طب ايه المصفوفة الموسعة ديت؟ المصفوفة الموسعة رمزها ألف نجمة، وتقرأ ألف ستار. ستار اللي هي نجمة بالإنجليزي. ألف ستار. حلو. طب ودي يا باشمهندس عبارة عن إيه؟ عبارة عن ألف وبنزل الثوابت جوه المصفوفة. الثوابت اللي هي 5 وإيه؟ و13. حلو.
وبكتب خط كده منقط، يبقى كده خلصت. يبقى دي اسمها ايه؟ الف ستار. بس كده، ده اللي انا عايزه منك في الجزئيه دي. فيها مشكله؟ ما فيهاش مشكله. تعال نحل كام مثال كده على الكلام ده عشان ناكد عليه اكتر ويبقى حضرتك متاكد ان الدنيا معاك مظبوطه. بيقول لي ايه؟ بيقول له والله بص، اكتب المصفوفه الموسعه لكل مما ياتي. أول مثال بيقول لي 2 س زائد ص ناقص 3 يساوي 0، وس ناقص 1 بيساوي 2 ص. تاني مثال بيقول لي 2 س زائد 3 ص بيساوي 7، و3 س ناقص ص بيساوي 5، وص ناقص س بيساوي 1. تالت مثال بيقول لي 3 س زائد 2 ص بيساوي 1، وص ناقص ع يساوي 3، وس ناقص 3 ع بيساوي 0. يلا يا باشمهندس تعال نحل مثال في الجزئيه دي. طبعا كده كده الجزئيه دي اصلا مش محتاجه تدريب لان انت متدرب عليها من شويه. احل ازاي اكتب المصفوفه الموسعه؟ اول حاجه اعدل المعادله. اعدل المعادله كده، يبقى دي اسمها ايه؟ 2 س زائد ص بتساوي 3، لان الاصل كان الرقم هنا بتاع س وهنا ص وهنا رقم. اعدل س دي تخش لها بعكس الاشاره والرقم يرجع لاصله بره. حلو. يبقى حضرتك هنا الالف ستار عباره عن ايه يا ابني؟ 2 1 1 سالب 2 نقط 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 3 1. خلصت. حلو. نفس القصه هنا، دي كده معدوله، اعدل دي يبقى 3 س، لا دي برضو معدوله، يعني الاثنين هنا معدولين. يبقى انا عندي الف ستار عباره عن ايه؟ يلا 2 3 7 3 سالب 1 5 نقط. هنا في واحدة تالتة خد بالك، دي تتعدل، اكتب سالب س الأول زائد ص بيساوي 1 وانزلهم بقى، انزل القيم دي سالب 1 1 1. حلو أوي. اللي بعد كده يا باشمهندس 3 س زائد 2 ص بيساوي 1. دي معدولة صح؟ أو ممكن أعدلها بأسلوب أفضل، أخليها 3 س زائد 2 ص ركز زائد صفر ع عشان ع مش موجودة بيساوي 1. طب واللي بعدها س مش موجودة يبقى صفر س زائد ص ناقص ع بيساوي 3. طب وديت س موجودة ص مش موجودة يبقى صفر ايه؟ ص ناقص 3 ع بيساوي 0. يبقى انت عندك هنا الالف ستار عبارة عن ايه؟ يلا ركز كده. 3 2 0 1 0 1 سالب 1 3 1 0 سالب 3 0. النقط بتاعتك اهيت. خلصت. فجزئيه المصفوفه الموسعه دي مفيهاش مشكله. عايزك توقف لي الفيديو بس وتحل لي الامثله دي تاني، تاكد ان الدنيا مظبوطه معاك. تمام ماشي. الجزئيه اللي بعد كده يا باشمهندس بنتكلم فيها عن ايه بقى؟ عن انواع المعادلات. ركز معايا يا باشمهندس. انا عندي المعادلات نوعين. اي معادله بتعامل معاها في الحياه نوعين. يا اما معادله اسمها معادله متجانسه، يا اما معادله اسمها معادله غير متجانسه. امتى بقول عن معادله متجانسه؟ لما يكون المعادله فيها جميع الثوابت تساوي صفر. طب امتى تكون غير متجانسه؟ لما يكون فيها احد الثوابت لا يساوي صفر. يعني ايه يا باشمهندس؟ يعني لما اكتب لك معادله زي كده س زائد ص بتساوي 5، ومعادله ثانيه 2 س ناقص ص بتساوي 7، دي متجانسه ولا غير؟ دي جميع الثوابت بتساوي صفر؟ لا، ديت احد الثوابت اللي هيساوي صفر، ده الثابتين اصلا اللي هيساوي صفر، يبقى دي غير ايه؟ غير متجانسه.
ماشي. طب لو قلت لك س زائد ص بيساوي 5 بس 2 س ناقص ص بيساوي 0، دي ايه؟ هل جميع الصوابع بصفر؟ لا، تبقى غير متجانسة. حلو. طب لو قلت لك 4 س ناقص ص بيساوي 0 و2 س زائد ص بيساوي 0، جميع الصوابع بصفر؟ تبقى دي ايه؟ متجانسة. حلو حلو. الجزئية دي كده ما فيهاش مشكلة. ماشي. تعال نبص كده على آخر جزئية معانا في الحصة، بنتكلم فيها عن ايه بقى؟ عن انواع الحلول، وديت المقام عليها الدرس كله اصلا. انواع الحلول يا باشمهندس، اي عدد معادلات في الدنيا يبقى ليه انواع من الحلول، يا اما له حل وحيد، يا اما له عدد لا نهائي من الحلول، يا اما ليس له حل. امتى له حل وحيد؟ في المسائل دي بروح اجيب 3 حاجات. اول حاجه بجيبها نون. ايه هي نون؟ عدد المجاهيل اللي في المساله. يعني لو معادلتين فيهم س وص يبقوا 3 مجاهيل ولا 2؟ يبقوا مجهولين س وص. طب لو في س وص وعين يبقوا 3 مجاهيل. يبقى في الحاله الاولى س وص النون ب2، الحاله الثانيه س وص وعين النون ب3. حلو. دي اول حاجه بجيبها اللي هي ايه؟ نون. تاني حاجه بجيب رتبه الف، يعني رتبه المصفوفه نفسها. تالت حاجه بجيبها رتبه الف ستار، يعني رتبه المصفوفه الموسعه. حلو. لو انا عندي رتبه الف هي نفسها رتبه الف ستار هي نفسها عدد المجاهيل، يبقى اذا ايه؟ له حل وحيد. طب انا لو عندي رتبه الف هي نفسها رتبه الف ستار بس اقل من نون، يبقى له عدد لا نهائي من الحلول. طب امتى ليس له حل؟ لما يكون رتبه الف هي نفسها لا تساوي رتبه الف ستار، يبقى هنا ليس له حل. تعال نروح للمسائل، وفي المسائل هنشوف الدنيا اكتر. عايزك تكتب الكلام ده، تحفظ القاعدة دي لان دي اخر قاعدة اصلا في الدرس. يلا هندسة، لما نروح المسائل بسم الله اكتبها. يلا اكتبها وانت بتكمل الفيديو. كمل الفيديو وورقة القوانين قدامك عشان انا هنسى. ورقة القوانين قدامك عشان اي مثال تستغرب منه تبص ورقة القوانين. ماشي. تسمع الكلام هتلاقي الدنيا مظبوطة معاك. ما تسمعش الكلام بناء على تجربة مع ناس كتير انا بنصحك بيها، هتلاقي نفسك بتتوه وبتسرح والدنيا بتبقى صعبة عليك. ماشي. اول سؤال بيقول لي طبعا عايز عدد الحلول. مديني اول معادلة 3 س زائد ص بتساوي 1، ومعادلة تانية 5 س ناقص 2 ص بتساوي 9. تاني سؤال مديني 3 س زائد 4 ص بتساوي 8، و6 س زائد 8 ص بتساوي 11. ركز عشان في الاخر اقول لك حل. رقم 3 مديني 2 س ناقص 3 ص بتساوي 6، ومديني 6 س ناقص 9 ص بتساوي 18. يلا هندسة عايزين نحل السؤال ده، وبعد كده هنروح لحاجة عميقة شوية مترتبة على كده. يلا. أول سؤال أجيب كام حاجة؟ 3 حاجات. النون بكام؟ ب2، ما هم س وص. رتبة ألف أروح أجيب محدد ألف. حلو. يعني محدد كام؟ 3 1 5 سالب 2. هيبقى 6 سالب 6 ناقص 5 سالب 11، يبقى رتبة ألف بكام؟ ب2. حلو. طب رتبة ألف ستار بكام؟ رتبة ألف ستار ب2. ركز ركز.
حلو. يبقى ده بيساوي ده بيساوي ده، يبقى له ايه؟ حل وحيد. تعرف تجيب الحل الوحيد؟ بالآلة. حل المعادلتين بالآلة جيب الحل الوحيد. ماشي. سؤال يا باشمهندس، اسأل. باشمهندس انت حضرتك عرفت منين اللي ده ب2؟ عايزك تركز بقى في النقطة دي. انت دلوقتي لو رحت تجيب ألف ستار، يبقى ألف ستار عبارة عن ايه؟ 3 1 5 سالب 2 نقط 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 وانزل الثوابت 1 و9. لما اجي افك الاثنين ب2 بتاع ألف ستار، مش ده هيديني رقم؟ لو ده اداني رقم ده هيديني رقم، صح؟ لان ده جزء من ده. حلو. قول كده تاني. ده كده يا ابني هيديك كام؟ سالب 11. يبقى اذا رتبه الف ستار بكام؟ ب2 لما تيجي تحل بالخطوات. طب ما انا عايز اقول لك على معلومه حلوه، ايه هي؟ هو اعلى قيمه هنا رتبه الف لرتبه الف ممكن تكون كام؟ 2، لان المحدد اصلا 2 في 2. حلو. فلما الف يوصل لاعلى قيمه ليه اللي هي 2، اكيد الف ستار مش هيقل عن 2. ليه؟ لان الف جزء من الف ستار. يبقى انا على طول عندي علاقه بقى اساسيه، على طول رتبه الف اقل من او يساوي رتبه الف ستار. يبقى انا لما اكون مثلا في معادله زي كده 2 في 2 وجبت رتبه الف طلعت ب2، يبقى رتبه الف ستار بكام؟ ب2. ركز. طب لو رتبه الف طلعت ب1، رتبه الف طلعت ب1، يبقى رتبه الف ستار بكام؟ يا ب2 يا 1، مش عارف. يا ب2 يا 1، انا مش عارف. لما احل اتاكد. معانا؟ حلو. تطلع ب1 لو كان الاخير اصفار، وده بيحدث امتى؟ في المعادلات المتجانسه. يبقى انا عندي اي معادله متجانسه فيها رتبه الف هي نفسها رتبه الف ستار دائما. حلو حلو حلو. لسه هفهمك اكتر في اخر الفيديو، خليك معايا ركز. انا مش عايز اجمع لك كل المعلومات مره واحده فتقع منك كلها مره واحده، فركز. ماشي. السؤال اللي بعده، هروح اجيب النون بكام؟ ب2. شاطر. اجيب محدد الف عشان اعرف رتبه الف. يبقى الالف 3 4 6 8 24 ناقص 24 0. يبقى اذا رتبه الف يا ابني بكام؟ ب1. ليه؟ عشان ده 2 في 2 وفي ارقام واداني 0. طب اروح اجيب الف ستار. الف ستار حضرتك بكام؟ اعمل لي المحدد. 3 4 8 6 8 11. انزل لي بالنقط. ده اداني 0. طب ما تاخد دول مع بعض. 44 ناقص 64 ليس بصفر. 44 ناقص 64 ليس بصفر. مش شايف. 44 ناقص 64 ليس بصفر. يبقى رتبة ألف ستار بكام؟ ب2. ايه اللي حصل؟ ده دي ب2 ودي ب1. يعني الرتبتين مش متساويتين. يبقى ليس له ايه يا ابني؟ ليس له حل. ركز عشان هنا هنتعلم حاجة جديدة. حلو. طب انا هنا عندي النون بكام؟ س وصاد النون ب2. رتبة ألف أجيب محدد ألف. بكام محدد ألف؟ 2 سالب 3 6. لا، ده 2 سالب 3 بس. 6 سالب 9. 6 سالب 9 سالب 18 زائد ناقص ناقص يبقى زائد 18. يبقى كام؟ 0. يبقى رتبة ألف بكام يا ابني؟ 1. حلو. طب ألف ستار لما تروح تجيب لي ألف ستار 2 سالب 3 6 6 سالب 9 18. الأولاني هيديني 0. طب والتاني؟ سالب 3 في 18 ناقص 9 في 6 واعملها على الآلة يديني 0. شاطر. طب وده مع ده 36 ناقص 36 0. يبقى رتبة ألف ستار برضو كام؟ 1. حلو. ايه اللي انت وصلت له؟ انا وصلت والله ان رتبة ألف هي نفسها رتبة ألف ستار وايه علاقتهم بالنون؟ اقل من نون. يبقى هنا ايه؟ له عدد لا نهائي من الحلول. ركز. حلو. فطالما له عدد لا نهائي من الحلول بتيجي حاجة اسمها الحل العام. طب الحل العام كام وكام؟ مش عارف. طب تعرف ازاي؟ بجيب المعادلتين تحت بعض. 2 س ناقص 3 ص بيساوي 6 واحط دي تحتها واقسم على التلاتة مثلا. لما تقسم على التلاتة يبقى 3 س يبقى 2 س ولا ايه؟ ناقص 3 ص بتساوي 6. سؤال،
اسال باشمهندس هو انت ليه قسمت على الثلاثه؟ قسمت على الثلاثه عشان لما تيجي تطرح لي الاتنين دول من بعض تتلاقي في حاجه فيهم اختفت. اختفت ازاي؟ ركز كده. انا عندي دي اسمها ايه؟ 2 س ناقص 3 ص بيساوي 6، ودي اسمها ايه؟ 2 س ناقص 3 ص بيساوي 6. طب لما تيجي هنا يا باشمهندس هتلاقي المعادلتين تطرح دي من دي ده يساوي صفر، تطرح دي من دي ده بيساوي صفر، تطرح دي من دي بيساوي صفر. يعني هنا مفيش حاجه هتختفي. امال انت امتى لما تعمل الحركه ديت مش كله يختفي؟ اعمل الحركه دي مش كله يختفي لما يكون عندي 3 مجاهيل، لان صعب ال3 مجاهيل يبقوا زي بعض. ماشي. طب انا هنا عندي دي ناقص دي ده اختفى بصفر، ودي ناقص دي ده اختفى بصفر، ودي ناقص دي ده اختفى بصفر. هتجيب الحل العام ازاي؟ افترض اي حاجه فيهم. يعني احط س بلام او ص بلام. حضرتك لو حطيت س بلام تعرف تجيب الص؟ اروح اعوض هنا اهو، اقول له 2 لام ناقص 3 ص بيساوي 6. تعرف تجيب الص بدلاله اللام؟ اودي الص بعكس الاشاره يبقى موجب 3 ص بيساوي 2 لام ناقص 6. طب انا عايز ص بس، اقسم على 3. يبقى دي اكتبها هنا ايه؟ 2 لام ناقص 6 على 3. في مشكله؟ مفيش مشكله. خد بالك اللي ده هو نفسه اللي انا ممكن اكتبه كده. بص كده، لام و2 لام على 3 لما اعمل تجزيء ناقص 6 على 3 ناقص 2. يبقى ده الحل العام يا باشمهندس. يعني لما تكون 2 في 2 افترض مجهول بلام وجيب المجهول التاني. طب لو 3 في 3 افترض مجهول بلام بس بعد ايه؟ بعد بحل المعادلتين مع بعض، وده هنشوفه كمان شويه. حلو. تعال نبص على سؤال تاني. يلا. سؤال تاني بيقول لي ايه؟ بيقول لي يا باشمهندس اوجد قيم كاف حتى يكون للنظام سؤال ب3 اسئله. ومديني النظام يعني المعادلات س زائد ك ص بيساوي 2 فاصلة كاف ناقص 1 س زائد 2 ص بيساوي كاف. يقول لي حتى يكون النظام ده رقم 1 حل وحيد، رقم 2 عدد لا نهائي من الحلول، رقم 3 ليس له حل. يلا هندسة عايزين نحل السؤال ده. حل ازاي؟ انت دلوقتي عشان يكون ليك حل وحيد لازم ايه؟ لازم النون تساوي ايه؟ رتبة ألف تساوي رتبة ألف ستار. حلو. طب انا عشان اكون ليا عدد لا نهائي من الحلول لازم رتبة ألف تساوي رتبة ألف ستار تساوي النون، لا تساوي النون. حلو. طب ليس له حل امتى؟ والله ليس له حل ده لما يكون رتبة ألف لا تساوي رتبة ألف ستار. خد بالك من حاجة مهمة. أنا عندي بصفة عامة في المسائل دي كاف بتطلع بحلين. في حل منهم يعني مثلا كاف بتطلع ب5 و2 اللي بتخلي ده بصفر مثلا. في 5 رقم 5 مثلا ممكن أحطه هنا. في نفس الوقت أحط رقم 2 هنا وأحط باقي الحلول هنا، يعني فرق ال5 وال2 أحطها هنا. فالثلاث حاجات دول بتوزعوا على ال3 دول. يبقى لازم اعتبر الكاف موجوده وابتدي احل عادي. ازاي؟ ركز معايا. هتيجي حضرتك تقول هنا ايه؟ والله انا عندي النون بكام؟ النون عندي ب2. حلو. تعرف تجيب لي محدد الف؟ وتساويه بالصفر عشان تعرف كاف؟ محدد الف عباره عن ايه؟ 1 وكاف وكاف ناقص 1 و2. تعرف تساويه بالصفر؟ ساوي صفر. يبقى 2 ناقص كاف في الاول يبقى ناقص كاف تربيع،
ناقص كاف في التاني يبقى موجب كاف، ده كله بصفر. طب ما تقسم على السالب ورتب، يبقى كاف تربيع ناقص كاف ناقص 2 بيساوي صفر. حلها بالآلة، كاف هتطلع ب2 وكاف بسالب 1. ركز ركز. طب لما كان الكاف ب2 ايه اللي بيحصل؟ والله لما كان الكاف ب2 كان رتبة أ بكام يا ابني؟ كان رتبة أ بواحد. ليه؟ لأن أنا لما أعوض عن كاف ب2 هنا تخلي المحدد ده بصفر. حلو. طب وكانت رتبة أ ستار بكام؟ أروح أقول له والله أنت عندك أ ستار هنا عبارة عن إيه يا باشمهندس؟ أنزل القيم 1 كاف 2 كاف ناقص 1 2 كاف. طبعا ده كده كده هيديني صفر لما كانت كاف 2. طب الجزء ده هيديني ايه؟ عوض كده بالاثنين والاثنين هيديني صفر. طب وده مع ده يديني ايه؟ 1 في 2 ب2 وده هيبقى 1 هيبقى 2 ناقص 2 صفر برضه. حلو. يعني رتبة أ ستار في الحالة ديت بكام يا ابني؟ بواحد. يبقى ده زي ده بس ايه علاقته بالنون؟ أقل من نون. يبقى لما كاف بتساوي 2 يبقى عدد الحلول عدد لا نهائي من الحلول، لان ده كان بيحدث هنا. يبقى ده ماله؟ عدد لا نهائي من الحلول عند كاف بايه؟ عند كاف 2. يبقى على طول بقى بدون ما اكمل، لما كاف بتساوي سالب 1 كان المحدد بصفر. يبقى كانت رتبة أ مش ب2 كان بايه؟ كان بواحد. يبقى انا عندي ده كان بيحدث هنا، يبقى ده عند كاف بتساوي سالب 1. يبقى له حل وحيد امتى بقى؟ لما كان رتبة أ بتساوي رتبة أ الصار بتساوي نون. طب وامتى رتبة أ هتساوي 2 عشان تساوي نون؟ لما يكون الكاف مش ب2 ومش بسالب 1. يبقى ح فرق الاتنين وفرق السالب 1. يبقى انا بصفة عامة في المسائل دي بروح اجيب ايه؟ النون الاول واجيب الكاف المحدد نفسه واساويه بالصفر. اجيب الكاف اشوف انهي قيمتين للكاف، مره فيهم هتخلي لي الرتبه قد الرتبه وبالتالي يبقى لها عدد لا نهائي من الحلول، ومره فيهم هتخليها ليس لها حل، والمره الثالثه يبقى حل وحيد اللي هو ح فرق الكاف اللي طلعت. فركز فيها واحده واحده تلاقي الدنيا اتظبطت ان شاء الله. ماشي، تعال نحل مثال تاني. مثال تاني وهديك امثله تحلها، خد بالك. فلو انت مش بتحل معايا السبوره دلوقتي في الامثله اللي هتحلها هتلاقي نفسك مش عارف تحل، فلازم بعد كل سبوره حضرتك تاكد معايا وتحل. ماشي. بيقول لي برضو عايز الحلول. أول معادلات 3 ص ناقص ع بيساوي 5 ومديني 2 س زائد ص زائد ع يساوي 9 ومديني س زائد 2 ص زائد 2 ع بيساوي 3. يلا عايزين نحل المثال ده كده. نحل ازاي؟ اول حاجه اجيب ايه يا باشمهندس؟ اجيب النون. اها، النون بكام يا هندسه؟ ب3. رتبه أ اروح اجيب محدد أ. رص س مش موجوده، ص العين س ص عين س ص عين. عايز اجيب قيمه ده، كرر اول عمود. يلا، اول قطر رئيسي بصفر، تاني قطر رئيسي ب6، تالت قطر رئيسي -4. العكس 3 في 2 ب6 في 2 ب12، خدها بالسالب. العكس صفر، -1 خدها بالموجب. حلو، يبقى ده كله 6 ناقص 4 2 ناقص 12 -10 زائد 1 -9. يبقى طلع برقم. يبقى اذا رتبه أ بكام يا باشمهندس؟ ب3. طب لما يكون رتبه أ ب3 يبقى رتبه أ ستار بكام؟ ب3، لان اقل قيمه ليها هي قيمه أ اصلا. حلو. طب وده ب3 وده ب3
وده ب3 يبقى له ايه؟ له حل وحيد. يبقى اول مساله يا باشمهندس له حل وحيد. ماشي. تعال نبص على مساله ثانيه في الجزئيه دي. خد بالك كل نوعيه مسائل بنحلها لك مع بعض عشان في الاخر تلاقي الدنيا ان شاء الله مظبوطه بالنسبه لك. رقم 2 طبعا له حل وحيد. لو عايز اجيب الحل ده احله ازاي؟ بالاله. حل 3 معادلات في 3 مجاهيل. ماشي. س ناقص ص زائد 2 ع بيساوي 5. وعندي 2 س زائد ص زائد ع بيساوي 7. وعندي 3 س ناقص 2 ص زائد 5 ع بيساوي 20. يلا عايز احل دي كده اعمل ايه؟ نفس القصه. اروح اول حاجه اجيب ايه؟ النون. النون هنا بكام يا هندسه؟ النون ب3. يلا جيب محدد أ. 1 سالب 1 2 2 1 1 3 سالب 2 5. ده محدد أ. حلو. محدد أ انا عايز قيمته. كرر اهوت. القطر الرئيسي ب5. القطر الرئيسي الثاني سالب 3. القطر الرئيسي الثالث 4 في سالب 2 سالب 8. قطر الفرع الاولاني بسالب 10 خده بعكس الاشاره. قطر الفرع الثاني بسالب 2 خده بعكس الاشاره. قطر الفرع الثالث بموجب 6 خده بعكس الاشاره. يبقى ده كله بكام بقى؟ عندك 5 ناقص 3 2 ناقص 8 سالب 6 زائد 10 ب4 زائد 2 ب6 ناقص 6 ب0. يبقى ده ب0. حلو. طب انا عايز اجيب محدد أ ستار. ركز. عباره عن ايه بقى؟ انزل الكلام ده زي ما هو واعمل لي نقط وانزل التاني الثابت 5 7 20. طبعا لو انا خدت دول مع دول الثلاثه دول طلعوا ب0 كده كده. فابتدي اخد دول مع بعض. يعني دول الثلاثه دول هكرر اول عمودين سالب 1 2 2 1 سالب 2 5 وافك عادي. القطر الرئيسي الاولاني سالب 1 في 1 في 20 هيطلع بكام؟ بسالب 20. القطر الرئيسي الثاني 2 في 7 في سالب 2 14 في سالب 2 سالب 28. 5 في 2 في 5 10 في 5 ب 50. ماشي. 2 في 2 في كام؟ 2 في 2 في 20. 4 في 20 ب 80 خدها بالسالب. سالب 1 في 1 في 5 بسالب 5 خدها بالموجب. 5 في 1 سالب 2 سالب 10 خدها بالموجب. يلا كمل. يبقى ده كده عندك كام؟ ده بسالب 30 يبقى سالب 15. يبقى ده كله برقم لا يساوي 0. يبقى رتبة أ ستار بكام؟ رتبة أ ستار ب3. حلو. ده ب3 لكن ده بكام؟ كان رتبة أ ب2. حلو. طب ده ب3 وده ب2 يبقى ليس له ايه؟ ليس له حل. هنا مفيش حلول خالص. حلو. ماشي. تعال نخش على السؤال رقم 3. احنا بنعمل الحل العام يا باشمهندس لما يكون ايه؟ لما يكون له عدد لا نهائي من الحلول. السؤال رقم 3 بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي س ناقص ص زائد ع بيساوي كام؟ بيساوي 7. و3 س زائد 2 ص ناقص 12 ع يساوي 11. و4 س زائد ص ناقص 11 ع بيساوي 18. ده كده السؤال الثالث في الجزئية دي. الأمثلة اللي شبه بعض دي. بعد كده نحل مثال كمان مختلف وبعد كده اديك تدريب. يلا العملية هانت. حل ازاي هنا يا باشمهندس؟
النون بكام؟ النون ب3. حلو. طب عايز ايه تاني؟ نون ب3 راح اجيب رتبة ألف، يبقى اجيب محدد ألف. يلا. 1 سالب 1 1، 3 سالب موجب 2 سالب 12، 4 و1 وسالب 11. قرر أول عمود تاني، 1 سالب 1 3 2 4 1. القطر الرئيسي بكام؟ 1 في 2 في سالب 11 سالب 22. القطر اللي بعده دوت كده هيطلع بكام؟ بموجب 12 في 4 ب 48. اللي بعد 1 في 3 في 1 بموجب 3. بقى ده كده 33 ينزل بالسالب، سالب 12 ينزل بالموجب، 8 ينزل بالسالب. يبقى ده كله بكام بقى؟ ده كده 26 29 سالب 4 موجب 8 ناقص 8 بصفر. فده كده طلع بصفر. يبقى اذا رتبة ألف بكام؟ رتبة ألف ب2. حلو. انزل بقى الموسعة 1 3 4 بنقله تاني، سالب 1 2 1 1 سالب 12 سالب 11. حلو. هتعمل ايه بعد كده؟ بعمل نقط عشان انزل ايه؟ انزل الثوابت. نقط اهيت وانزل الثابت 7 11 18. طبعا مش هاخد الاولاني، ابتدي افك بده واكرره. سالب 1 1 2 سالب 12 1 سالب 11. اول قطر رئيسي بكام؟ سالب 1 سالب 12 في 18. الموضوع بدا يكبر مننا فنحسبه بالاله على طول. ممكن احسب خد بالاله على طول 12 في 18 زائد 1 في 11 في 1 زائد 11، 7 في 2 في سالب 11 يبقى زائد 7 في 2 في سالب 11 ناقص العكس يبقى ناقص 2 اول حاجه اللي هو ده، ناقص 36 ولا ايه اول حاجه. بعد كده ناقص ناقص 1 في 11 في 11. بعد كده ناقص اللي يطلع من هنا 7 في سالب 12 في 1. خد بالك اللي احنا كده في ده كده اول واحد اهوت، وبعد كده ده تاني واحد اهوت، بعد كده تالت واحد صح. يبقى ناقص 7، اصلي انا مش واخد بالي من ده، 7 في سالب 12 يطلع بكام؟ طلع ده كله بصفر. حلو. يبقى ده يا باشمهندس ده بصفر برضه. ماشي. يبقى انت عندك بقى ابتدي اجرب 2 في 2. ده كده 2 في 2 طلع برقم، يبقى رتبة ألف ستار بكام؟ ب2. رتبة ألف ستار ب2 ورتبة ألف ب2 لكن النون ب3. بستنتج ايه؟ له عدد لا نهائي من الحلول. له عدد لا نهائي من الحلول. يبقى عندي كده يا باشمهندس في حاجه اسمها ايه بقى؟ الحل العام. هتجيبه ازاي؟ حلو. تعال ركز بقى كده. انا عايز اطير مجهولين واجيب مجهول بدلاله مجهول وافترض المجهول الثالث. واحده واحده كده، واحده واحده عليا عشان انا ايه مش قدك. حضرتك دلوقتي لو بصيت كده اسهل معادلتين الواحد وثلاثه، لو انا جمعتهم مش الصاد ده هيطير مع الصاد؟ يبقى اقول له ايه؟ اقول له بيجمع 1 و3. هطير الصاد، اتخلصت من مجهول. بعد كده هعمل علاقه ما بين السين والعين، يعني السين مثلا تساوي 2 عين زائد 1 مثلا، فاطلع اقول له ايه؟ اذا كان العين بلام يبقى السين بكام؟ ب2 لام زائد 1. طب واجيب الصاد ازاي؟ اخد السين والعين واعوض هنا اجيب الصاد. خلصت. يبقى الحل كله بدلاله اللام. ركز معايا هتلاقي الدنيا اتظبطت. لما اجمع 1 و3 4 س وس 5 س، ده وده هيطيروا، ده انا اصلا بجمعهم عشانهم. سالب 11 عين وموجب عين يبقى سالب 10 عين بيساوي كام؟ 18 و7 25. تعرف تجيب السين بدلاله عين او العكس؟ انا اقسم على الخمسه الاول الدنيا عشان تبقى سهله. يبقى س ناقص 2 عين هتساوي 5. يبقى السين بتساوي كام يا ابني؟ 5 زائد 2 عين. ركز يا باشمهندس. عند العين بلام يبقى السين بكام؟ ب5 زائد 2 لام. ناقصني الصاد. لو جبت الصاد المساله خلصت. هتجيب الصاد ازاي؟ اروح هنا مثلا او هنا فوقها، فوق هنا، وادي الصاد يبقى س
ناقص 7 زائد ع بيساوي ص. انا وديت الصاد وجبت السبعه بعكس الاشاره. شيل بقى الس وحط 5 زائد 2 ل اهو. سالب 7 زي ما هو. شيل العين وحط ل. ده كله عباره عن ص. بسط 2 لام ولام 3 لام. 5 وسالب 7 سالب 2 ده عباره عن الصاد. يبقى دي الصاد ودي السين ودي العين. يبقى دلوقتي مجموعه الحل عباره عن ايه؟ س وصاد وعين. طب ما تكتبها لي كده 5 زائد 2 لام. طب والصاد 3 لام ناقص 2. طب والعين لام. يبقى ده الحل العام اللي هو عايزه يا باشمهندس. بيطلب الحل العام ده امتى يا هندسه؟ لما يكون المعادله بتاعتي مالها؟ لها عدد لا نهائي من الحلول. طب ده بيحدث امتى؟ لما يكون رتبه الالف بتساوي رتبه الالف ستار اقل من النون. حلو. تعال نحل اخر مثال في الحصه وبعد كده هدي لحضرتك تدريب. يلا. اخر مثال الراجل بيقول لي ايه؟ بيقول لي اوجد كيف الذي يجعل للمعادلات الآتية حل وحيد. أول معادلة اسمها إيه؟ س ناقص 2 ص زائد ع بيساوي 2. وتاني معادلة اسمها إيه؟ 3 س ناقص 5 ص زائد 2 ع بيساوي 5. تالت معادلة اسمها إيه؟ 4 س زائد ص زائد كف ع بيساوي -1. حلو. يلا يا سيدي هنحل المثال ده وبعد كده هديك تدريب. المعادلات دي انت مالها عايزه ايه؟ بيقول لي لها حل وحيد. يعني ايه حل وحيد؟ كان بيحدث امتى ده؟ لما كان عدد المجاهيل بيساوي ايه؟ رتبة ألف بيساوي ايه؟ رتبة ألف ستار. حلو. طب وعدد المجاهيل بكام؟ ب3. يعني انت عايز اللون ب3. يعني عايز الرتبات دي ب3. حلو. طب رتبة ألف بيكون ب3 امتى؟ لما يكون المحدد بتاع ألف ماله؟ لا يساوي 0. طب أنا امتى أعرفه لا يساوي 0؟ لما أعرفه بيساوي 0 امتى؟ صح؟ حلو. يبقى ناخد المحدد اللي هو ايه؟ 1 سالب 2 1 3 سالب 5 2 4 1 كاف واعرف امتى بيساوي 0. طب انت عشان تفك ده لازم اعمل ايه؟ اكرر مرتين اول عمودين اكررهم مره. حلو. يلا يا ابني على الآلة كده؟ لا مش على الآلة. ليه؟ عشان ده فيه مجهول. 1 في سالب 5 بكام؟ سالب 5 كام؟ سالب 2 في 2 في 4 بسالب 16. 1 في 3 في 1 موجب 3. يلا العكس موجب 6 كاف. يلا العكس سالب 2. يلا العكس موجب 20. ده كله يساوي بالصفر. سالب 5 موجب 6 كاف يبقى كاف. ناقص 16 زائد 3 ناقص 13 ناقص 15 زائد 5 تروح الناحية التانية يبقى سالب 5. يبقى عايز قيمة كاف لا تجعل حل وحيد امتى؟ فرق السالب 5. ما تقوليش سالب 5. سالب 5 ده تخلي المحدد بصفر، تخلي رتبة ألف ب2. أنا عايزها ب3. معانا؟ الدنيا سهلة. ماشي. يلا يا باشمهندس كشكولك وقلمك وابتدي حل عشان هتبعت لي على الواتساب. يلا تدريب أخير. احنا كده خلصنا الحمد لله آخر جزئية. مفيهاش مشكلة خلصت. ابتدي بقى إيه؟ حل تدريب. يلا. أوجد
اوجد عدد الحلول. نوع الحلول، يعني له حل وحيد ولا ليس له حل، ولا له عدد لا نهائي من الحلول. اول مسألة عبارة عن ايه؟ عبارة عن س زائد 2 ص زائد 3 ع بيساوي 0. والمعادلة التانية 2 س زائد 3 ص زائد 5 ع بيساوي 0. والمعادلة التالتة 3 س ناقص ص زائد 2 ع بيساوي 0. فكده أول سؤال يا باشمهندس. حلو. السؤال اللي بعد كده السؤال اللي بعد كده تدريب 2. أوجد كاف برضو التي تجعل للمعادلات الآتية حل وحيد. مديك السؤال كاف س زائد 2 ص ناقص ع زائد 2 بيساوي 0، وص ناقص 3 ع زائد 3 بيساوي 0. المعادلة التالتة 2 س زائد ص زائد كاف ع ناقص 1 بيساوي 0. عايزك تحل المعادلتين دول وتظبط الدنيا فيهم. تمام يا شباب؟ محاضرة النهارده مش صعبة، محتاجة بس طالب نشط بيحل أمثلة ورانا. بعد الحصة إن شاء الله لخص كده دنيتك قبل ما تروح للمذكرة وتحلها لوحدك، بعد كده تحل الواجب. تمام يا شباب؟ أتمنى يكون الفيديو فاتكم. بالتوفيق للجميع إن شاء الله. السلام عليكم.